يلا بينا، والوصفة دي عجبتني وحبيت ان انا اشارككم فيها. بينا جبنة موتزاريلا، حاطط بشر او جبنة تقدري تغيري في الوصفة بالحاجة اللي انت بتحبيها. وقت زبدة كده حطوها في مج الشوربة، وهحط حبة الجبنة وهجيب صدرين من الفراخ وهنقطعهم زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا بقى، هي عملت الخلطة بايه؟ بالزبدة، قالب زبدة وفصين توم وملح وفلفل وبابريكا، وهتطحن الزبدة وتسقط فيها قطع الصدور، وتسيبها بقى كده مع نفسها شوية. وهتكون في الوقت ده هتعمل ايه؟ تعالوا بقى، هي هنا عملت ايه؟ قشرت بصل وقطعته جوانح، وحطة حبة زيت او حتة سمنة على النار سيحتهم، وهتشوح فيهم البصل الجوانح دي. وتعالوا كمان هنشوف هتعمل ايه. هتجيب جزراية تغسلها وتبشرها كويس، وهتاخدها وتشوحها مع البصل كمان. طبعا ما تنسوش انها هي اي حاجة بتحطيها بتحطي ملح وفلفل عليها عشان تبقى متبلة كويس. يا سيدي، شفتوا لسه بقول لكم على الملح والفلفل. تعالوا بقى كمان شوفوا هتعمل ايه. هنا حطيت بقى حبة بصل وجزر على الجبنة من تحت، وجايبة الفلفل الرومي ومقطعاه طرنشات، وهتاخد قطعة من الفلفل وتحطها عليهم. كل ده بترتب المج بتاع الفراخ. وحطيت بقى حبة فراخ عليها وبطاطستين كده مقطعاهم طرنشات خفاف، وقفلت ورقة الزبدة. وبصوا بتقلبها، طبعا بتكرر الموضوع ده في كل الكمية اللي عندها، وبعد كده بتدخلهم الفرن لحد ما يستووا. في الوقت ده بتجهز طبق السلطة بتاعها، بصلاية وطماطماية. قطع الطماطم نفس تقطيعة البصل من الخيار، شايفين الخيار وتقطيعه؟ اتعلموا بقى. وحطت الخيار وعودين بقدونس بقى كده. والله طبق سلطة يفتح النفس قوي قوي يعني. ملح وفلفل طبعا ظبطت، وزيت الزيتون. اللي ما عندوش زيت زيتون زيت عادي يعني، مش هنوقف الوصفة. وكده طلعت بقى البطاطس، بصوا، من الفرن وقدمتها مع طبق السلطة، وكانت وجبة حلوة قوي. نتمنى طبعا ان الوصفة تعجبكم. سلام عليكم.